المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في الإقليم الجنوبي. قسم البيئة بعنسبة يدعو للحد من آثار زيوت المحركات المستعملة. الإريتريون بالمهجر يقومون بأنشطة دبلوماسية شعبية. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مسيرات انتحارية. وزير الخارجية الفرنسي يدعو للتقرب من الصين ردا على سياسات ترامب. والرئيس البرازيلي يتوقع محادثات تجارية بين اليابان وميركوسور. أهلا بكم مشاهدينا. يتم إنشاء نقطة حديثة لتوزيع الكهرباء لتخدم مديريات صنعاء وعالدقيح وطرونا وميعيني على 3 مراحل، وقد تم إنجاز 95% من العمل. وأوضح مسؤول المشروع المهندس عقبة جبريل كستي لوكالة إرنا أن المحطة تتلقى التيار الكهربائي بمحطة توليد حرقيقو مرورا بدق محره، وأنها ستبدأ خدماتها عقب انتهاء أعمال الإنشاء الجارية. وأضاف المهندس كبره رؤسهم من شركة بادمية للتنمية والبناء بدوره أن العمل يتم بالتعاون مع هيئة الكهرباء الإريترية، وأن إنجاز مشروع مهم وكبير مثل هذا خلال عام يدل على مستوى الخبرات والقدرات التي وصلت إليها الكفاءات المحلية. في غضون ذلك يقوم مواطنو إدارات طواحي هدامو وعنبعور وحينبا وحشمله وأدخندع وماي مألوبة ودرعا وأوهاني بتشجيع المشاركين والعاملين في المشروع. دعا مسؤول قسم البيئة في إقليم عنسبة المهندس تسفى مريم قبريهوت إلى بذل جهود جادة لمنع الآثار الضارة لزيوت المحركات المستعملة على البيئة. وأوضح أن زيوت المحركات المستعملة سائل خطير يتم إنتاجه بعد خضوع الزيت لعمليات فيزيائية وكيميائية، مضيفا أن المكونات الضارة العديدة الموجودة فيه يمكن أن تلوث التربة والمياه والهواء. وأشار إلى أن لتر واحد من مادة زيت المحركات المستعمل يمكن أن يلوث أكثر من 5220 برميلا من الماء، مضيفا أنه يمكن أن يسبب أمراض الرئة والجلد والكلى والأعضاء التناسلية، فضلا عن التخلف العقلي والعقم. وذكر بأنه بسبب قلة المعرفة يتم استخدام هذا السائل الخطير على سلالم المنازل السكنية للوقاية من الآفات وتقليل الغبار، داعيا إلى القضاء على ذلك. وذكر بضرورة وجود إدارة متكاملة للنفايات لتجنب آثار التلوث، ودعا أصحاب الجراجات والمركبات إلى تحمل مسؤولية ضمان سلامة البيئة والمجتمع بتغيير الزيت في المنطقة المخصصة. وقال إن حماية البيئة من التلوث ليست مهمة متروكة لجهة بعينها، حثا كافة قطاعات المجتمع للعمل الجاد لحماية البيئة من المخلفات الملوثة بشكل عام وزيوت المحركات المستعملة بشكل خاص. عقد فرع جمعية المعلمين بجنوب البحر الأحمر مؤتمره الثامن في 22 من مارس الجاري في مدينة عصب. وأفاد رئيس فرع الجمعية الأستاذ هيلي ماتيوس في التقرير الذي قدمه أن الجمعية تضم 702 معلم، من ضمنهم 145 معلمة، وأن الفرع قام بتنظيم منتديات وسمينارات مختلفة ضمن جهود تعزيز دور ومساهمة المعلم في إنجاح العملية التعليمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمعلمين بالقروض المسقرة لتنمية وضعهم الاجتماعي والاقتصادي في الأعوام الماضية. وأوضح مسؤول العلاقات العامة بفرع الجمعية الأستاذ تسفى لدت نقاسي ورئيسة لجنة المراقبة الأستاذة جنت ولد سلاسي بدورهم أن العمل على ضمان الحقوق لمصلحة المعلمين العامة والاجتهاد لتعزيز وتطوير التعليم هما من الأهداف الرئيسية للجمعية، وأن الفرع يعمل على هذا النهج. وأشار مسؤول التعليم الأساسي في فرع التعليم بالإقليم والأستاذ كل عثمان إلى أن الجمعية تساهم بفعالية في تخفيف المشاكل الاقتصادية التي تواجه المعلمين، وأن تقوية وتطوير الجمعية هو تطوير لقدرات المعلم والتعليم. وبحث الفرع مواصلة مسيرة تعزيز قدرات المعلم والتعليم. وتم في الختام انتخاب لجنة تنفيذية حديثة لتخدم في الدورة الحالية.
قام الإريتريون المقيمون في كل من كينيا وألمانيا والنمسا ومقاطعة أورانج بكاليفورنيا بأنشطة دبلوماسية شعبية، حيث قامت الجالية الإريترية في نيروبي بانتخاب لجنة إدارية جديدة من 11 عضو في مؤتمرها السابع في 23 من مارس الجاري في نيروبي. وقال السفير بياني روسوم في المناسبة أن من المهم الحفاظ على القيم والثقافة والتقاليد الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة، داعيا اللجنة الإدارية المنتخبة للعمل الجاد في هذا المجال. كما عقدت الجالية الإريترية في ألمانيا مؤتمرها الثاني في 22 من مارس الجاري في مدينة فرانكفورت. وأوضح رئيس الجالية السيد يوهانس روسوم أن العمل تركز بعد المؤتمر الأول في التأطير والتنظيم وتنفيذ البرامج الموضوعة، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب العمل القوي لتصحيح النواقص والقصور والدفع بالمميزات. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو أن مستوى التطور الذي بلغته الجالية الإريترية في ألمانيا يعد أساسا قويا لتعزيز التنظيم. وتم في المؤتمر انتخاب هيئة تنفيذية جديدة لمدة عامين، في حين أكدت الجاليات في المدن على استعدادها لإنجاح مشروع بناء مدرسة الفامبو الداخلية. في غضون ذلك عقد قنصل إريتريا العام في فرانكفورت السيد كبراب تخستي ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد كحساي تولدي سمينارا في 15 من مارس الجاري للإريتريين المقيمين في فيينا بالنمسا. وركز السمينار على الوضع الراهن في البلاد وبرامج التنمية الجارية والتطورات الإقليمية. من ناحية ثانية، احتفل الإريتريون المقيمون في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا في 15 من مارس الجاري باليوم العالمي للمرأة. تخللت المناسبة فعاليات تعكس بطولات المرأة الإريترية. نظم في مديريات مايمنة وعرزة ومياعني أسبوع الطلاب الثقافي والرياضي، والذي يسهم في تعريف الطلاب بهواياتهم إلى جانب تعليمهم الأكاديمي. تضمن الأسبوع عروض فنية وبرامج رياضية ومسابقات معرفية وعروض ابتكار وحرف وسط أجواء تنافسية مفعمة بالحيوية. وقال مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ تسقي هبتزقي أن الأنشطة خلقت أرضية للتعرف على قدرات ومهارات الطلاب. من جانبهم حث مدراء المديريات على بذل الجهود المتواصلة لتعزيز مهارات وقدرات الطلاب، حيث أن الأنشطة الثقافية والرياضية بشكل عام لا تقتصر على متنافسين محدودين. وتم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات من الطلاب والمدارس. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على اختبار طائرات مسيرة انتحارية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم القول أن تقنيات التحكم في الوحدات المسيرة والذكاء الاصطناعي يجب أن تكون أولوية قصوى في مسار تطوير الأسلحة الحديثة. وذكرت الوكالة أن كيم تفقد أيضا طائرات استطلاع مطورة قادرة على رصد أهداف تكتيكية مختلفة وأنشطة العدو برا وبحرا. وكثفت كوريا الشمالية جهودها في تطوير الطائرات المسيرة في خطوة يعتقد أنها جاءت في إطار تعاون عسكري متنام مع روسيا خلال العام الماضي. ويعتقد أن قوات كوريا الشمالية التي شاركت في حرب روسيا مع أوكرانيا خاضت معركة باستخدام طائرات مسيرة، ما مكنها من تطوير قدراتها في ساحة المعركة. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى شراكة فرنسية صينية قوية في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، وذلك خلال لقائه بنظيره الصيني وانغ يي. وتتوقع باريس أن تركز المحادثات على حل الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الصراع في الشرق الأوسط والتوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. والتقى بارو والدبلوماسي الصيني الكبير وانغ في بكين، قائلا أن وتيرة الأزمات تتسارع وتتصاعد في كل مكان. بدوره حذر وانغ من أن الوضع الدولي قد تغير مرة أخرى وسيكون أكثر فوضوية، حثا البلدين على الالتزام بالتعددية والعمل معا من أجل السلام والتنمية العالميين. وأعربت الصين عن أملها في أن تشهد زيارة بارو هذا الأسبوع تعميق التعاون بين البلدين في عالم يواجه اضطرابات وتحولات. وتأتي زيارة بارو للصين في إطار جولة آسيوية أوسع تشمل توقفا في أندونيسيا وسنغافورة.
أعلن الرئيس البرازيلي لويز إناسيو لولا دا سيلفا عن توقعاته لبدء مناقشات اتفاقية تجارية بين اليابان وتكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية في النصف الثاني من عام 2025، وذلك عندما من المقرر أن تتولى البرازيل الرئاسة المؤقتة للتكتل. وشارك الرئيس لولا هذه التوقعات أثناء وجوده برفقة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال زيارة رسمية إلى اليابان. والاتفاقية التجارية المحتملة ستشمل اليابان وتكتل ميركوسور، وهو اتحاد تجاري في أمريكا الجنوبية تعد البرازيل جزءا منه. ومن المتوقع أن يتزامن بدء هذه المحادثات مع فترة تولي البرازيل الرئاسة المؤقتة للتكتل في النصف الثاني من عام 2025. عاد بركان كيلاويا الأكثر نشاطا في جزر هاواي الأمريكية إلى الثوران في حلقة جديدة من سلسلة ثوراته المتقطعة والتي بدأت آخر ديسمبر الماضي. وأفاد مرصد البراكين في هاواي بتدفق الحمم البركانية من فوهة البركان، حيث بقيت المواد المنصهرة داخل حدود منتزه هاواي فولكانوس الوطني دون أن تشكل أي خطر على المناطق السكنية المجاورة. ويأتي هذا الثوران كالحلقة 15 في سلسلة النشاط البركاني المتقطع الذي يشهده كيلايوا منذ 23 من ديسمبر 2023. ويعتبر كيلايوا واحدا من 6 براكين نشطة في أرخبيل هاواي، الذي يضم أيضا بركان مانوا لوا الأكبر حجما والذي شهد ثورانا عام 2022. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في الإقليم الجنوبي. قسم البيئة بعنصبة يدعو للحد من آثار زيوت المحركات المستعملة على البيئة. الإريتريون بالمهجر يقومون بأنشطة دبلوماسية شعبية. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مسيرات انتحارية. ووزير الخارجية الفرنسي يدعو للتقرب من الصين ردا على سياسات ترامب. والرئيس البرازيلي يتوقع محادثات تجارية بين اليابان وميركوسور. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.